السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي أعضاء المجموعة الكريمة، ومن خلال منبركم هذا الكريم أخاطب الشعب الموريتاني في كل شبر من موريتانيا الحبيبة، وأيضا أخاطب أبنائنا وجالياتنا في الخارج. نختار نقول عني السلام عليهم كاملين، كل باسمه وجميل واسمه. نختار نقول عني بوصفي نائب عن الشعب الموريتاني، ونمثل الشعب الموريتاني بمختلف أعراقه وبمختلف طبقاته وفئاته الاجتماعية، وبمختلف مستوياته والانتماءاته الجهوية، وبمختلف مستوياته الاقتصادية ومستوياته العمرية والعلمية. نختار نقول عني باسمي نمثل هذا الشعب كامل، ما هو زر منه عن زر، ولا هي لغة منه عن لغة، ولا هو فئة منه عن فئة، ولا هو عرق منه عن عرق. نختار نقول عني أعلن كامل تضامني مع وأعبر عن كامل مواساتي وألمي ومشاركتي للألم مع أسرتين الكريمتين اللي فقدوا أبنائهم، أسرة قال عمر جوب وأسرة محمد رمين والصنبأ، رحمهم الله جميعا وتغمدهم بواسع رحمته، وألهم ذويهم وألهمنا قاع كاملين كشعب موريتاني الصبر والسلوان. وأول شيء نقولوا كمسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. نختار نقول مولي عنا في مثل هذه الأحداث عنا كاملين نطالبوا بالعدالة، وكاملين نطالبوا بالتحقيق، والتحقيق الشفاف والسريع، طبعا السرعة اللي ما تضر ذنيته ولا تضر إتقانه. وعنا كاملين كموريتانيين مطالبين بها، وعنا فعلا شاكرين السلطات كيف قلتوا فاتت بادرت بإجراء التحقيقات في الحادثتين. كيف قال واحدة منكم، كيف قال قاع وزير الداخلية قبيل في النقطة الصحفية اللي عدل عن الجهات المعنية عنها باشرة التحقيق. وعنا كاملين نتحرى نتائج التحقيق، وعنا كاملين اللي ما يلا نعجلوا. وهنا نتخطى في رسالتي الثانية ونخاطب بها بشكل خاص السياسيين وصناع الرأي والناس اللي كاملة قادرة على تأثر في الرأي العام. عنا كاملين يلا نعودوا نتحملوا المسؤولية في اللحظات اللي يلا نتحملوا فيها المسؤولية، ولا نعجلوا عن نتائج التحقيق. نطالبوا بالعدالة، بعد نطالبوا بالعدالة ونطالبوا بالتحقيق. نعم، ونحن كنواب الشعب مطالبين بالعدالة ومطالبين بالتحقيق، وعالين تضامننا مع ذوي الضحايا ووقوفنا معاهم، وعالين مواساتنا لهم وتعبيرنا عن مشاركتنا لألمهم، وعنا متألمين لألمهم، وعنا ما نفرق أبدا بين فئة من فئة، ولا بين شريحة من شريحة، ولا بين عرق من عرق في مثل هذا النوع من الحوادث ومثل هذا النوع من الحالات. عنا شعب واحد، وعنا نوقف مع أسرنا كاملة، وعنا نحسوا بألم أسرنا كاملة اللي انفجعت. نختار نقول عنه ما يلا نعجوا عن نتائج التحقيق، وعنا نتحراوها كما طالبنا بالعدالة، وكما قلنا كاملين عن ندوروها. وعنا عندنا اللي يلا تعود ثقة في العدالة، ويلا عندنا ثقة في القانون. بين اللي احنا هون ما عندنا شيء نقدوا نجتمعوا عليه، ولا عندنا شيء قد يجمعنا، ولا عندنا قاسم مشترك نقدوا نحتكموا له كاملين بعد كتاب الله عز وجل كمسلمين. ما هو عندنا، ما هو القرآن، ما هو القانون، ما هو العدالة بعد احتكامنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معناه أن يلا عندنا فعلا ثقة في العدالة، ويلا عندنا ثقة في القانون، ويلا نتحرى نتائج التحقيق. يلا نتحرى نتائج التحقيق ونقولوا عنا مطالبين بالعدالة ومطالبين بالتحقيق، ومطالبين بنفوتوخا ونتائج التحقيق عنهم اللي تقبض العدالة نجراها في الجنات. ويلا نعودوا نفصلوا لا الجنات ولا الضحايا عن انتماءاتهم الاجتماعية، لأن الجاني والضحية هذا كاملين يكيفهم القانون ويعرفهم القانون ويعرف الجريمة ويكيفها ويرتب عليها ذاك اللي يرتب عليها. إذن يلا نعودوا نتعامل معها من منطلق فني، من منطلق له دور العدالة. والعدالة كيف تعرفوا قيمة مطلقة لا تعتريها النسبية. ما نقدر نعودوا ندوروا العدالة ونحن نقول فلان مقتول لأنه كحل، والله فلان مقتول لأنه أبيض. هذا الخطاب يلا نرب أبروسنا عنه، ويلا نكبروا عنه كاملين، ونعرفهم اللي نحن عنه ما هو حق. نعرفوا عن ما مقتول حد موريتاني عنه كحل، هذا ما هو حق. حد قال يعرف انه ما هو حق، هو نفسه اللي يقول ويسوى منه قاع ما يعرف انه ما هو حق. ما يقد حد يقتل هون على بس انه لونه غير قد يقتل خطأ، والله عمد غير تطبق فيه العدالة لا سمح الله، ونطالبوا عن تطبق فيه العدالة. ونحن كاملين نحمل العدالة ونطالبوا بها.
وأول حماة العدالة، وأول من قال عن لا بد من العدالة تطبق ولا بد من القانون يأخذ مجراه فخامة رئيس الجمهورية، قالها في خطاب وذان التاريخي، وقال عنه بعد ذلك اليوم لن يترتب الحد ومنه حق ما هو الحق اللي رتب له القانون. وعن بقية الأمور الأخرى اللي تعدل الناس تتباين في الحقوق عنها ما معترف بها موريتاني بعد اليوم، وعنها ما قد ثبتنا بها موريتاني. الناس كاملة تعرف وشاهد عليه، ونحن كاملين نعرف عن العدالة هي اللي وحدها بدون توافق عليها، وهي اللي وحدها بتجمعنا، ويلا نحن كاملين نحموها. وكما طالبنا بالعدالة في إنصاف الضحايا وذوي الضحايا، وإنزال العقوبات أقصى العقوبات اللي رتب القانون بالجنات يسوهم ومنهما، وغاضين الطرف عن انتماءاتهم سواء الضحايا وسواء الجنات. يلا مولي نعودوا نحن كاملين نعرفوا عن من العدالة، عن نعودوا ما نمرقوا الأصبع من عدالتنا، ومن العدالة عن نعودوا ما نمرقوا الأصبع من قانون نبينا اللي نحن هون ما عندنا شيء نقدروا نحتكموا له ولا نجتمعوا عليه بعد القرآن وبعد الإسلام، وهو العدالة والقانون. إلى نعودوا نمرقوا من هالأصبع، والله معناها عن ذات ماتلش على بابه، ومعناها عن ماتلنا خايفين على موريتانيا، ومعناها ماتلنا خايفين على قواسمنا المشتركة، ولكننا خايفين على ذاك اللي يجمعنا. وهذا يلا نربط بروسنا عنه كاملين. هذه رسالتي لنا كاملين كشعب، ولساستنا خاصة وصلنا على الرأي فينا، والناس اللي بقد تأثر في الرأي. رسالتي الثالثة لأبنائنا كاملين وأبناء شعبي، يسوي كل منهم قرروا أنهم ينزلوا للشارع يعبروا بطريقتهم، ويسوي كل ما قرروا عنهم ينزلوا عبروا، واللي زادهم بطريقتهم عنهم أنهم الضامنين مع أسرنا المفجوعة. نختار نقول عنا إحنا كاملين يلا نعرف عن هناك فرق بين وضع موريتانيا على كف عفريت، وهناك فرق بين إنصاف المظلومين والضحايا منا، واللي يلا نحن كاملين نوقف معاه عنه ما هو واحد، وعنه ما يلا تختلط علينا المساحات، عن النهب وعن السرقة وعن العنف في الشوارع، وعن هذا ما يقد عوده اللي يطالبوا بالعدالة. عن دعاة العدالة هم أنبل خلق الله عز وجل في أرضه، إذا هم يلا عودوا نبيلين، ويلا عود أعمالهم نبيلة، ويلا عود سلوكهم مدني، ويلا عودوا يربوا عن أي نوع من أنواع الظلم، ولا يلا نعودوا أبدا نفرطوا في موريتانيا ونديروها أمنها واستقرارها على كف عفريت تحت دعاية أن ندور نصف حد من أبنائنا مفجوع، والله حد من أسرنا مفجوع. نحن كاملين ندور أسرنا المفجوعة تنصف، ومطالبين بالعدالة، ومطالبين بأن تأخذ النتائج التحقيق بالعجلة، ومطالبين بأنه تأخذ ورتب عليها وتقبض العدالة، يرتب عليها ذاك اللي رتب عليها القانون، وتقبض العدالة مجراها في الجنات ويسوهم ومنهما. ونعرفوا وعندنا ثقة في الله عز وجل، ثم في عدالتنا وثم في القانون، وعن إن شاء الله تعالى يطبق في هذا الجنات ويسوهم ومنهما. غير يلا نفرقوا تماما بين الجاني والضحية وبين انتماءاتهم الاجتماعية، بل يلا نتعاون معاهم كمواطنين نقطة راس سطر، ما نستحضروا فيهم أي صفة أخرى، لأن ذاك الآخر ما يخدم موريتاني ولا هم اللي حقيقة. ما يقد حد هون زايد علينا يقول لنا عن ينقتل حد والله يصف على ملتنه كحل والله بيض والله أحمر والله خار، هذا ما هو دقيق وغير سوي. ودعاة العدالة كيف قلت لكم وغير منطقي. ودعاة العدالة يلا يعودوا خاصة الساسة وصنع الرأي والناس اللي يوكل إليها سياسة أمر الناس بشأنها العام، يلا يعودوا يربوا بأنفسهم عن النوع. وندعي شعبنا كامل وندعي أبنائنا عنهم يربوا بأنفسهم عن العنف، وعن يربوا بأنفسهم عن المساس الممتلكات العامة، عن هذه الأمور يحرمها القانون ويدينها ويجرمها، ولا يلا نعدلوها نهائيا، ولا يلا نخلطوا بينها وبين السلوك المدني والسلوك الطبيعي للتعبير عن المطالب، ما يلا أبدا نخلطوا بيناتهم. نختم بتعزيتي تعازية القلبية لأسرنا الكريمتين، ونقول قالنا آمين. قال لي عمر جب يلا يرموا ويافهم يلا هارنوا الجنة يجود مج جبهم. نقول لهن في بق أسرتنا في بق عنهم أجارهم الله في مصابهم وأخلفهم خيرا منه. نسأل الله الرحمة والغفران له محمد رمين، ونسأل الله الرحمة والغفران لعمر جوك، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يديم عليه نعمة المؤاخاة، وأن يديم عليه نعمة العدالة، وأن يجازي فخامة رئيس الجمهورية خيرا على حب هذا الشعب، ويجازي خيرا على الخوف على مصلحة هذا البلد، وعنه يعينوا على الإصلاح اللي هو رسالته، واللي نحن كاملين أعلنا وعالنينها وماضين فيها مساعدتنا ومضينا قدما في مساعدته في الإصلاح هذا البلد وفي حل جميع المشاكل.
ونتمنى إن شاء الله التوفيق، ونتمنى إن شاء الله الجهات اللي المعنية عنها يوفى عملها في الوقت اللي مناسب، وعنها إن شاء الله تعالى النتائج تخرج في الوقت المناسب، وعنها تخرج يرتب عليها ذاك اللي يلا يرتب، وعن نعبر عن عندنا الثقة التامة في الله عز وجل، ثم في عدالتنا، ثم في تطبيق القانون، لأن ندرك عن فخامة رئيس الجمهورية عنه رجل حق نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وندرك أن فخامة رئيس الجمهورية رجل منصف، وعنه ساعي لتطبيق الإنصاف وساعي لتطبيق العدالة. فعلينا جميعا أن نعاونه، فعلينا جميعا أن نتعاون ونحن كاملين على بناء بلدنا. وقطعا أوافق كل موريتاني الرأي عنا ما نقدر نبني موريتاني ما هو على العدالة. غير العدالة نحن كاملين نتعاون على تعدالها، ونتعاون على إنفاذها، ونعاون فخامة رئيس الجمهورية على إنفاذها. ونسأل الله التوفيق لموريتانيا وأنه يحفظها. عاشت موريتانيا حرة مزدهرة. السلام عليكم ورحمة الله.